السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الحلقة النهاردة عن اكتساح مانشستر يونايتد لليدز يونايتد 6-2 في البريمير ليج. بنلعب في آخر 5 دقايق، ولكن خلاص مانشستر يونايتد أبدع وأقنع وأمتع في المباراة. نبدأ الأول بتشكيلة مانشستر يونايتد. سولشاير النهاردة بيبدأ المباراة بال4-2-3-1. ديخيا في حراسة المرمى، وان بيساكا، لوك شو، ليندلوف، هاري ماجواير، رباع الدفاع. ثنائي في خط المنتصف، فريد والرائع ماكتوميناي، وفي الامام دانيال جيمس، ماركوس راشفورد الرائع جدا جدا جدا، برونو فرنانديز، ومهاجم صريح انطونيو مارسيال. بينما مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد بدأ المباراة بطريقته المعتادة من اول جولة لحد حتى الان بيبدأ بيها، وهي ال4-1-4-1. مانشستر يونايتد طبعا في اول دقيقه من المباراه قدر يسجل الهدف الاول عن طريق سكوت ماكتوميناي، تسديده قويه جدا في مرمى ليدز يونايتد من صناعه برونو فرنانديز. بعدها على طول في الدقيقه 3 قدر يسجل ماكتوميناي الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من اسيست لانطونيو مارسيال، علشان ماكتوميناي يسجل هدفين ومانشستر يتقدم في اول 3 دقائق 2-0. ويبقى من الواضح في بدايه المباراه اللي المان يونايتد هيكتسح ليدز يونايتد، اللي من اول جوله قلنا ان ليدز يونايتد هيكسب مباريات، ولكن في من هو من نوعيه الفرق اللي هتجيب اهداف كتير، بس برضه هيدخل فيها اهداف كتير جدا، ودي وضحت من اول مباراه امام ليفربول. طبعا مانشستر يونايتد اقنع وابدع النهارده، خاصه برونو فرنانديز اللي بيستمر للمباريات المتتاليه في اثبات انه اهم لاعب عند مانشستر يونايتد ومن اهم 3 لاعيبه في البريمير ليج بشكل عام. وقدر النهارده يسجل هدفين ويعمل اسيست، وحتى الان عنده 9 اهداف و4 اسيستات في 13 مباراه، ارقام مرعبه لبرونو فرنانديز. النهارده دانيال جيمس بدا المباراه، وكانت حاجه كويسه جدا ان اللي نشوف منافس قوي لجرينوود على المهاجم الايمن، علشان جرينوود في الفتره الماضيه ما كانش افضل حاجه. فدانيال جيمس النهارده بالهدف اللي سجله هياخد ثقه اكتر واكتر لمنافسه جرينوود على حجز المكان الاساسي في هجوم الشياطين الحمر. رغم المميزات اللي انا قلتها في مانشستر يونايتد النهارده، ولكن برضو الفريق مش ما يخلوش النهارده من العيوب، واهم عيبه هي المساحات اللي كانت بتبقى بين ماكتوميناي وفريد وليندلوف وماجواير، وقدر يستغلها ليدز يونايتد في اكتر من كوره وتشكيل خطوره على مرمى ديفيد ديخيا، وتسجل منها الهدف الثاني. والهدف الاول برضو كان من ركنيه. فالنهارده النقطتين دول، اول حاجه المساحه اللي كانت بتبقى ما بين خط الدفاع وخط المنتصف، ده اول عيب. تاني عيب هي الكور العرضيه والتعامل السيء فيها، وايضا الكور القطريه من الشمال لليمين. وشفنا ديفيد دخيا انقذ كوره تصدي رائع جدا، هيكون من تصديات الموسم في البريمير ليج، برضو من الكور القطريه اللي لعبها لاعبي ليدز يونايتد، ويغيروا الملعب من اليمين للشمال. طبعا سولشاير النهارده في الشوط الثاني عمل 3 تغييرات. في الدقيقه 60 طلع لوك شو ونزل اليكس تيلس، وفي الدقيقه 71 طلع برونو فرنانديز وراشفورد ونزل كافاني وفان دي بيك. فوز كبير جدا لمانشستر يونايتد، بينما ليدز يونايتد لازم يراجع نفسه في حكايه الاهداف الكتير اللي بيستقبلها، لان يعني مارسيلو بيلسا دي طريقة لعبه، الهجوم الهجوم الهجوم، ولكن لازم برضو يعني يراعي ان هو فريق طالع من التشامبيونشيب، فبالتالي التكتيك الهجومي ده مش هينفع على طول على مدار الموسم. فوز كبير جدا للمان يونايتد، علشان مانشستر بهذا الفوز يصعد للمركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، خلف ليستر سيتي بنقطة واحدة فقط لا غير. ومانشستر عنده مباراة لو قدر يفوزها هيبقى الفرق بينه وبين ليفربول هو نقطتين فقط لا غير. مانشستر يونايتد هذا الموسم رهيب، ممكن مع سولشاير يعمل لنا مفاجأة وينافس على البريمير ليج مع ليفربول وليستر والسيتي وتشيلسي والفرق دي، هنشوف. بينما ليدز يونايتد في المركز ال14 برصيد 17 نقطة من 14 مباراة. ان شاء الله استنونا بعد نهاية مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الأسباني النهاردة، فورا انتهى مباشرة هنطلع ان شاء الله مع بعض ونحللها ان شاء الله.